والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المولى عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اجتمعنا اليوم أيها السادة الكرام لإثبات وفائنا لدماء الشهيد فرحات حشاد الذي كرس حياته خدمة للوطن، وأنما لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نقوم بإحياء ذكراه في هذه التظاهرة، وأن نعرض سويا لمحة عن تاريخ كفاحه ومسيرته النضالية. ولد الشهيد التونسي فرحات حشاد يوم 2 فبراير 1914 بجزيرة قرطبة، والتحق بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية، ثم انتقل بعدها إلى مجال الشغل بمدينة سوسة، وكان عصاميا في تصرفاته وأعماله، حيث أكمل تكوينه المعرفي والثقافي والسياسي بالمطالعة والقراءة والعمل النقابي. يعتبر فرحات حشاد من الزعماء القلائل الذين التحقوا بالنضال المبكر والعمل النقابي، ففي سنة 1936 أسهم في المجال النقابي داخل الكونفدرالية للشغل التي كانت آنذاك بزعامة صالح بن يوسف، ونظر بنشاط وسط هذه النقابة بود وإخلاص وتفانن واحترام كبير لبقية زملائه. ولقد كانت من ثمرات هذا المسار والنشاط الفعلي من أجل خدمة الصالح العام تأسيسه للاتحاد النقابات بتونس سنة 1946، وعندما أراد حشاد تأسيس هذه المنظمة ولكي تكتسب هذه المنظمة طابع الاتحاد والتعاون والاعتصام والتعاضد، نادى مجموعة من الشيوخ لحضور تأسيس من أبرزهم العالم محمد بن عاشور، حيث تولى الرئاسة الشرفية. عند تأسيس المنظمة ظهر اسم فرحات حشاد وطنيا ودوليا كزعيم وطني بارز ومناضل سياسي ومصلح اجتماعي قوي، واكتسب هذه الشهرة عندما زار بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية كمصلح بين النقابات، وتجاوز صيته الأصقاع لما يتميز به من الخصال الحميدة والسمات الحسنة. لا شك أن نشاطه القوي أربك المستعمر بعد أن لم يستطع الوصول إليه بالسجن أو النفي، كما فعلت مع زملائه لحبيب بورقيبة وغيره، وخاصة بعد أن أصبحت اهتماماته بالمقاومة والحركة الوطنية مؤيدا لهم ماديا ومعنويا، وأصبح سنة 1951 هو القائد الفعلي والزعيم السياسي للحركة الوطنية ونقابة العمال ورمزا من رموزها. كما تميز فرحات حشاد عن زملائه بالسلوك الحسن والمعاشرة الطيبة بين أقرانه، وكان حبه لوطنه وشعبه وتمسكه بهوية البلد قد ترك أثرا طيبا بين الناس ومن يحيطون به، وتجلى ذلك في المناشير والمقالات والمراسلات التي كانت تسقط فوق الطاولة وقنديلا فقط، لكن قلمه عوض النقص والتمييز بأسلوبه الفريد من نوعه، سيء بالنضال وبمشاعر الوفاء وحبا للشعب والوطن. وهذه خصلة يفتقدها زملائه الآخرون مما جعل الناس والعمال تحكم حوله. هذه الشعبية التي سيطرت على نفوس المواطنين التونسيين حركت غرائز الحقد الدفين في المستعمر، بعد أن تيقنت أن الرجل لن يكون متعاونا معها أو ملبيا لطموحاتها أو مفاوضا خضوعا لها. كون حشاد في عام 1949 الاتحاد العام لعمال تونس، ومن بين اتحاد الشمال والجنوب واتحاد عمال تونس، وتم انتخابه كأول سكرتير عام لهذا الاتحاد، وكان في 30 من عمره. أثناء توليه هذا الموقع دخلت الحركة العمالية التونسية مرحلة الصراع من أجل التحرير والاستقلال، وكانت هناك نشاطات للحركة القومية تحركها وتوجهها للدعوة للدستور الجديد، وبدأت المظاهرات والأضرابات والاحتجاجات تزداد في شوارع تونس مطالبة بالتحرير وبتحسين مستوى الحياة والعمل للتونسيين. لعب الاتحاد العام لعمال تونس بقيادة حشاد دورا هاما في بدء وتوجيه الحركة وراديكالية المطالب الشعبية، وصعد الاتحاد التونسي إلى الاتحاد الدولي لاتحادات العمال الحرة، وبدأ في حضور المؤتمرات الدولية لهذه الاتحادات منذ عام 1949 حتى بلغ أعضاء الاتحاد التونسي عام 1951 قرابة 120 ألف عضو من كل أنحاء ومستويات العمل في تونس. فبدأ تنظيم عمليات مقاومة الاحتلال الفرنسي، بل أنه اتجه إلى تشجيع لتكوين اتحادات عمالية في شمال أفريقيا، وأصبحت لها أولية في اهتماماته، فبدأ في تشجيع الاتحادات في المغرب والجزائر، وعدا لتكوين اتحاد مستقل في ليبيا لوضع أسس اتحاد عمالي موحد. ثم بعد أن تحقق له الجانب الاجتماعي والاقتصادي بدأ العمل لما بعد التحرير. لم يرق لفرنسا المستعمر الغاشم تصرفاته وأعمال فرحات حشاد، فسيطر الفزع والقلق عليها، وبدأت تدبر وتخطط لقتله، وكان ذلك من طرف غلاة الاستعمار وذراعهم الإرهابية المسلحة المعروفة باسم اليد الحمراء، فاغتالته صباح يوم 5 ديسمبر 1952. لم يكن هذا الاغتيال هينا على محبي الشهيد ومن تربطه به علاقات النضال من أجل الكرامة والاستقلال، وثارت المظاهرات الحاشدة التي سالت في جنازته التي لم يسبق لها نظير في تونس، وكان استشهاده شرارة لتفعيل المقاومة في تونس، وتضامن معه جماهير العالم الحر
خصوصا في المغرب الأقصى التي ظهرت ملامح الحب والإخاء لما تربطهم بالشهيد من أواصر الصدق والوفاء في النضال المشترك واسترجاع حرية البلدان المغربية من ربقة المستعمر الغاشم. رحمك الله أيها الشهيد البطل وطيب ثراك، فقد عشت رجلا شجاعا مناضلا كريما ودفعت حياتك ثمنا لمبادئك في زمن قل فيه الزعماء. صحة. نقرأ الفاتحة. مادام شفتك في لابس أنا لبست باش جميع عمليات هو عاملين منظمين الاحتراز بسنين فما إيتيك بوغن هي تكون حتى كالموظفة ونحبوا يعملوا حاجة أكبر باش اللي يتعدى وينجم يعرف مين قد البلاصة اللي يحبوها. قبل في المنتزه نتاع هما وين المطبعة الرسمية وين المدينة الجديدة ما بين المدينة الجديدة ورادس عاملين خيمة كبيرة فما مفتوحة للناس يعني بدات من 9 نتاع الصباح لغاية فما ساعة. اللي يحب ما نطلبش من المدام باش تمشي انت ونخلطوا احنا عليك زاد الغديك ان شاء الله. ان شاء الله اللي يحب يجي عندي بقعة او ليل صغير هذا. ربي يفضله لك. يعني كان نعملوا برنامج اسمه نعملوا برنامج كيفاش باش يجيو اذا كان نحطوا دات ولا على الانترنت.